السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. اليوم غادي نحضروا الرز، الفلفله بالرز. اول حاجه غنحتاجوا المقادير اللي هما فيهم فلفله وحده، وغندير كميه قليله ديال الرز العادي، وعندي 4 الفصوص ديال الثوم، 2 فصوص صغار و2 كبار، وغنحتاج لاصوص ديال المطيشه وشويه ديال المطيشه العاديه والربيع. وفي كاسرونه صغيره غادي نغسل الروز مزيان وغادي نضيفو يتسلق. ومن بعد عاد غادي من يتسلق الروز غادي نضيف عليه شويه ديال الملح، وغادي نزيد عليه وغادي نخليه يتسلق مزيان. غادي نصفيه وغادي نخليه حتى ينشف. وغادي ناخذ طنجره اخرى غنضيف فيها الزيت، هذوك المكونات اللي سبقت وريتكم، مطيشه والربيع والثوم، وغادي نخليهم يتقلاو شويه. وغادي نمشي ناخذ الروز من بعد ما نشف، والفلفله اللي غادي نعمرها، ومن بعد غادي نضيف شويه ديال التوابل الروز. اول حاجه غنضيف معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال التحميره او البابريكا، وغادي نضيف شويه ديال الحار. بالنسبه للملح ما غاديش نضيف لاني ضفتو ملي كان كيتسلق الرز. ومن بعد ما خلطت التوابل مزيان مع الرز غادي نبدا نعمر الفلفله، وهنا غادي نضيف كلشي للطنجره. غادي نضيف عفوا الفلفله اللي عمرت، وغنضيف حتى داك الروز اللي كان باقي ليا، وغادي نخليه يتقلى مزيان مع دوك المكونات. ومن بعد عاد غادي نضيف عليه الماء، وغادي نسد عليه وغادي نخليه يطيب. ومن بعد غادي نقفل عليه وغادي نخليه حتى يتشرب داك الروز الماء وغيبدا يتقال. عاد غادي نضيف عليه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى ينال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش دعمي بلايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.